أبل باي يسعد مساكن. المقادير كالتالي: كيلو ونص تفاح مقشرين مقطعين حزوز، ملعقتين كبار من القرفة البودرة الناعمة، نص فنجان شاي سكر أو حسب الرغبة. بنخلطهم حتى تندمج جميع حزوز التفاح جيدا. أنا بالبداية بحطن بالفرن على درجة حرارة 200 حوالي 10 دقائق. وحاليا بنجيب 75 ل100 جرام من الزبدة، كاسة دقيق، نص كاسة سكر، ملعقة فانيليا، ملعقة صغيرة من الباكم باودر، ورشة أو ملعقة صغيرة من الهيل. بالنسبة للهافي جرين أو الشوفان بدنا كاستين كبار، بنخلطن ونحط عليهن الزبدة السايحة. لازم تطلع معانا العجينة مبرغلة ومبين عليها إنها مسقاية بالزبدة. طلعت الصينية من الفرن بعد 10 دقائق مباشرة، فردت عليها العجينة بشكل متساوي. دخلت الفرن تقريبا 20 دقيقة. درجة الحرارة بتكون حوالي 180 لدرجين 200 درجة حرارة مئوية. بعد ما خلصت وجهزت معاي بكون هاي الأثناء جبت الفانيليا صوص أو الفانيليا بيزب، خفقتها، هاي بتكون جاهزة، خفقتها بتصير زي الكريمة. وحاليا بقدمها مع الأبل باي. الأبل باي نصيحة مني، يفضل إنه يتاكل سخن مع الفانيليا صوص الباردة. صبايا يجوز في طريقتين: أو نحط العجينة والتفاح مرة واحدة، أو زي أنا ما علمتكن بداية الفيديو. اتبعن طريقتي وشوف إنها حتعجبكن، ناجحة بإذن الله تعالى. وزي ما حكيت الأبل باي يفضل يتاكل سخن مع فانيليا بارد.